اغلب الناس بتحب الهلس. طب هل فكرنا ليه الناس بتحب حاجه زي كده مع ان هي مفيش منها اي استفاده خالص؟ ايش استفدت؟ قول لي ايش استفدت، قول لي بالله عليك تقول لي ايش استفدت. اقول لك انا ليه بقى. طب تعالى بس، تعالى تعال. لان الهلس ما بيحتاجش تفكير كتير، يعني ما بيتعبش المخ ولا يجهده في تفكير. فتلاقي مخك اول ما يشوف هلس يقول لك انا عايز من ده يا حزنبل، انا عاوز من ده. ليه الهلس بقى متداول بشكل كبير في ايامنا دي، او بمعنى اصح بقى السلعه الاكثر مبيعا في الزمن ده؟ وده الحقيقه عشان ناحيتين. اول ناحيه هي الشخص اللي قاعد قدام الشاشه او الشخص اللي بيستهلك المحتوى ده، وده اللي ممكن يكون او مش ممكن، هو فعلا بيكون مضغوط بعوامل كتير من الحياه، ودي بتختلف على حسب فئته العمريه من شخص تاني. يعني مثلا من المذاكره لشغل بيت، شغل المسؤوليات. فالمحتوى ده بيكون أفضل طريقة لفكرة الهروب اللذيذ اللي في عقل الإنسان اللي فضل يطورها على مدى السنين اللي فاتت دي كلها. ومن ناحية بقى هنيجي للشخص اللي ينتج المحتوى، الشخص اللي من الناحية التانية من الشاشة أو اللي واقف ورا الكاميرا واللي بيحاول بأي طريقة إن هو يلاقي مكسب سهل يكون ما يتعبش فيه أو ما ياخدش فيه مجهود، واللي بيخليه يتوهم إن هو بيقدم قيمة للناس وبالتالي بيقدم قيمة لنفسه، وهو مع ذلك ولا بيقدم قيمة للناس ولا بيقدم قيمة لنفسه، لأن هو حاجة سهلة بيدوب ان هو كل اللي بيعمله ان هو بيعمل حاجه تضرب مع الناس، وهو في نفس الوقت ولا بيبذل فيها اي مجهود في التفكير ولا تحضير ولا تنفيذ. والاتنين بيغذوا بعض عن طريق ان هما بيكونوا مع بعض او بيشكلوا حلقه لا نهائيه من الانتاج والاستهلاك، والخسران في الاخر هما الاتنين. طب لما الاتنين خسرانين امال مين المستفيد؟ انا اقول لك مين المستفيد. المستفيد هي الشركات المالكه للابس اللي بتشكل الوسيط بينهم. لان بالعقل كده هو من امتى كان في حاجه ببلاش او فور فري؟ من الاخر لو البضاعه ببلاش اعرف ان انت البضاعه. فالابس دي تستغل الاتنين في ان هي تخليهم يقضوا اكبر وقت ممكن عليها، وده علشان تبيع لهم المنتجات اللي الشركات التانية بتروح لها عشان تروج لها منتجاتها من خلال الاعلانات. بس ممكن تبيع لك منتج، ممكن تبيعك انت شخصيا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا ممكن تبيعك ازاي. ان هي عن طريق ان هي تبيع بياناتك الشخصية لشركات تحليل البيانات، زي ما حصل مع فيسبوك ساعة حملة ترشح ترامب. وده لأن بكل بساطة الألجوريزمز اللي الأبس دي بتستخدمها بتبقى عارفاك أنت أكتر من نفسك. مش بس تبقى عارفاك، لا دي ممكن تلعب في شخصيتك واهتماماتك وهواياتك عن طريق إن هي تعرض لك الحاجات اللي هي عايزاها باستمرار، مع إن في حاجات كتير مفيدة عليها. وده لأن هما مش عايزين يدولك المفيد، هما عايزينك تفضل تايه ومشتت. لأن لو فقت هتبعد عنه وهتدور ازاي تنجح في حياتك، وبالتالي هتبعد أكتر. فالمجتمع هيبقى ناجح ومكتفي بذاته، وده مش اللي هما عايزينه. هما عايزينك في احتياج دائم ليهم. هتقولي طب ازاي بيشتتني؟ اقول لك ان الانفينيتي سكرولينج او ان انت تقعد تقلب كده بدون هدف، ده بيقلل مده تركيزك على حاجه معينه، بيخليك ان انت ما تقدرش تعمل حاجه كامله على بعضها بدون اي فواصل، وده ما يسمى بالاتنشن سبان. وده لانك بتتعرض لكم مهول من المعلومات ومن التفاصيل في وقت قصير جدا، وده بيخلي عقلك مش قادر ان هو يستوعب او يحلل المعلومات دي، اللي هو مش عارف هو منين جاي منين ولا رايح على فين ولا اي حاجه. فده في الاخر بيخلي كل المعلومات اللي دخلت لك زي ما دخلت زي ما طلعت، ما بتستفادش منها اي حاجه ولا بيبقى لها اي تاثير يذكر. ويمكن التاثير الحقيقي فعلا اللي بيدولك هو تاثير زائف بالانجاز، ولكن هو انت ما بتعملش اي انجاز. هو التاثير اللي بيأثر فيك هو ان انت بيأثر على مده تركيزك او مده انتباهك، اللي هي بقت في العادي في المتوسط من 5 ل 20 دقيقه، او دي مده قليله، لدرجه ان انت ممكن توصل ان انت عمال سكرولينج وانت مش مركز اصلا انت بتعمل ايه. توصل بناس، ودي انا شفتها فعلا، ان انا شفت ناس ماسكين الموبايل هو ما بيبصش اصلا على حاجه. يعني الواحد ممكن ان هو يسكرولينج بس هو شيء بيوقف مثلا على حاجه ما تعجبوش يقلب فيها، يشوف حاجه تانية تعجبه ويقف عندها. لا، هو في ناس وصل بيهم ان هو خلاص دي بقت ادمان لدرجه ان هو بيقلب بس ما بيقفش يتفرج على حاجه. طيب هتقول عليك ده ازاي؟ هقولك ان انت تعمل العكس تماما. اللي هو ايه؟ هتدور على حاجه ممله جدا وتعملها بفترات طويله، بس بالتدريج واحده واحده، زي القرايه مثلا. ده لان الدراسات اثبتت ان القرايه من الحاجات اللي بتزود القدره على التركيز. طبعا مش هتبقى بتتعالج من شيء وبتستمر في عمله، بمعنى انك هتحد او تقلل من استخدامك للابس دي، زي انك كل فتره كده من كل فتره للتانيه تعملها ديليت او ان انستول.
لمده اسبوع مثلا، وتشوف ده ازاي هيأثر فيك. او انك تستخدم اب بيقفل الابس ديت بحيث يخليك انت اللي تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك. دلوقتي هننهي كلامنا برسالتين. اول رساله، اتمنى ان انت تكون عرفت ان انت دلوقتي مش مستهلك، انت بيتم استهلاكك. يعني من الاخر you are not a consumer, you're being consumed. فلازم تفوق بقى فعلا لنفسك ولحياتك، وترجع تاني تبقى انت المتحكم والمسيطر في حياتك، عشان من الاخر كده محدش هيشيل الطين غيرك. فلازم تبقى عارف انت بتدي لعقلك ايه، علشان على قد ما هتدي لعقلك هو كمان هيديلك. الرسالة التانية بقى لأي حد بيقدم محتوى، أتمنى إن أنت فعلا تركز وتشوف وتعرف أنت بتقدم إيه، وتقدم حاجة محترمة تعيش لقدام وتبص لقدام، لأن كلنا كده كده هنموت. فأتمنى إن أنت تبص للحظة دي وتشوف لما هتموت تحب الناس تفتكرك بإيه، ولما تقف قدام ربنا تكون عارف إن ساعتها ويسألك هل أنت قدمت حاجة تفيد الناس، تفكر في اللحظة دي وتشوف هل انت هتقدر ترد عليه وتقول انا قدمت حاجة كويسة ولا ساعتها هتتخرس. وعشان اللحظة دي لازم تقدم حاجة كويسة وتفكر ان انت ازاي تقدم حاجة كويسة ومفيدة. مفيش مشكلة ان انت تقدم حاجة ترفيهية، دي مش حرام، يعني انت ممكن عادي ان انت تقدم حاجة ترفيهية، ولكن على الاقل ما تبقاش الحاجة دي ان هي تكون مبتذلة وتكون قليلة الادب. اتعب فيها شوية ودور على حاجة تعيش مع الناس قدام، ودور على حاجة ان انت بعد كده الناس تفتكرك بيها بحاجة كويسة وبصورة كويسة. وهنهي الكلام بجملة أحمد حلمي قالها، هي ما أعظم أن تكون غائبا حاضر على أن تكون حاضرا غائب. وعشان اللحظة دي وعشان حاجة زي كده يا ريت إن كل واحد فينا يتعب ويحاول على قد ما يقدر إن هو يقدم حاجة كويسة وحاجة محترمة. مفيش مشكلة إن أنت تقدم محتوى ترفيهي، مفيش أي مشكلة في حاجة زي دي، ولكن على الأقل ما تبقاش الحاجة دي تافهة أو توصل لدرجة تفاهة أو إن هي تبقى مبتذلة تكون قليلة الأدب. أحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوفر للناس حاجة محترمة وحاجة كويسة تعيش لقدام والناس تفتكرنا بيها والناس تشكرنا عليها. وهننهي ونختم كلامنا بجملة أنا بحبها جدا لأحمد حلمي، وهي بتقول ما أعظم أن تكون غائبا حاضر عن أن تكون حاضرا غائب.